يلا بينا نودع الكسل ونقوم نشوف كل اللي ورانا. فيديو النهارده قوي جدا 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 لو انت فعلا محتاجه تقومي تروقي شقتك وحاسه ان انت مكسله ومحتاجه كده ايه، حد يقولك يلا قومي وخلصي كل اللي وراكي. لو انت طبعا حاسه بخمول وكسل واريافه كده ومش في المود خالص ان انت تقومي تخلصي اللي وراكي، اتفرجي على الفيديو بتاع النهارده يخليكي تقومي تخلصي كل الشقه باذن الله. اعملي جزء جزء، تعمليها كلها على بعضها على حسب مقدرتك، ما تضغطيش على نفسك خالص. اول حاجه كده تعمليها تقومي تاخدي كوبايه النسكافيه بتاعتك او كوبايه القهوه او كوبايه الشاي على حسب اللي بتحبيه. ويلا بينا نقوم نشوف ورانا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو جديد ويوم جديد ويلا بينا نشوف ورانا ايه النهارده. هنقوم نخلص كل اللي ورانا بسرعه بسرعه علشان نقعد كده وبقى يومنا يكون فاضي ومفهوش حاجات كتير. اول حاجه كده محتاجه اعملها النهارده ان انا اغير ملايه السرير ده. بجد الملايه كانت محتاجه فعلا تتغير، وقلت لازم بقى ايه اقوم كده اخلص اللي ورايا وامسح بقى الاوضه كده واظبطها بالمره. وطبعا مش لوحدي، احنا مش انتوا بس اللي كسلانين، على فكرة انا كمان كنت كسلانة. بس بصوا يعني قومت نفسي وقومت الكسل اللي انا فيه، وقلت كده اقوم اعمل لكم كده روتين يشجعني ويشجعكم معايا. وخليت بقى الولاد يقوموا كده معايا، مالك ولوسيندا، قلت لهم يلا انتوا الشقة دي بتتبهدل بسببكم اصلا، قوموا روقوا معايا. لوسيندا كانت بتعدل قدام الملاية، ومالك كان عمال يلم اي حاجة كده على الارض عشان ايه، عقبال ما نفرش الملاية النظيفة يعني تكون الارض فضيت ونكنسها على طول. طبعا دي بقى مهمة لوسيندا، قعدت ايه تكنس كده، وطبعا المكنسة تقيلة عليها شويتين، بس هي بتحاول، عارفين انتوا ايه، انا بحب الحاجة وهحاول فيها لحد ما تنجح معايا. فهي انا ما قلتلهاش اكنسيها، يعني هي اللي عايزة. بس عملت ايه، عمالة بقى تجيب من هنا ومن هنا، تجيب من هنا ومن هنا. فهي ايه بتحاول على قد ما تقدر تكنس الأوضة يعني علشان اقول لها على طول تكنسها. يعني عايزة توريني بقى اللي هي شاطرة كده ايه وبتنفع. فدي بقى يا جماعة المكنسة الجديدة اللي انا جبتها من 4 سنين. وطبعا زي ما انتوا فاهمين، ايوه انتوا فاهمين صح، انا مش قصدي على المكنسة الكهربائية، انا عندي على المكنسة اللي واقفة بتكنس دي. فهي ما شاء الله عليها شطورة يعني، فعايزاكم بقى ايه تشجعوا كده في الكومنتات عشان هقرا لها كومنتات. شجعوا كده في الكومنتات ولا شطورة يا لوسيندا. بس عمالة تجري تجري اللي هي واخداها لعبة مش بتكنس. بس ما علينا، والله الحمد لله كنست الحتة دي كويس. انا بقى خدت ايه منها المكنسة في الاخر كده، عملت بقى كده من جنب السرير لان طبعا المكان ضيق من هنا ومن هنا، ورا الدولاب بالشماعة طبعا محطوطة، فهي مش هتعرف تعمل كل ده. قلت لك نص انتي النص ده، وانا ايه هعمل الحروف بقى كلها. فما شاء الله عليها يعني كنست حلو. وهنا بقى كانت عماله تقول لكم ايه، حط لايك حط لايك، كل شويه عماله تحط لايك حط لايك وهي بتجري. خلصنا بقى كده الاوضه والحمد لله، انا اصلا شايله السجاد والدنيا فاضيه. فلمعت بقى الاوضه كده مع نفسي على طول، ودخلت بقى جري على المطبخ عشان الحق اعمل اكل. يلا بينا بقى ايه نجهز الغدا النهارده مع بعض. وهنعمل كده مع بعض باذن الله فراخ. هسلقها طبعا علشان محتاجه شوربه، وقولي طبعا عايزه شوربه ليه، يعني خمنوا كده قبل ما اقول لكم انا. محتاجة شوربة علشان محتاجة اعمل محشي، فمحتاجة شوربة الفراخ. بس انا الفراخ هتبلها الاول، هتبلها اكني هشويها، وهسيبها في التتبيله شويه وبعد كده اسلقها. عايزه اقول لكم بتبقى بجد تحفه جدا، بتبقى حلوه جدا فوق ما تتخيلوا. فجبت بقى كده الوراك، خرمتها كده بالسكينه علشان اتبلها. بص انا جبت بقى في الخلاط ايه، طماطمية بصلاية قرن فلفل. بس الطماطمية هنا كانت صغننة شوية بعافية شويتين يعني، فمش مديه لون خالص، بس ما علينا. لو عندك كده طماطمية كبيرة حمرا حطيها عادي هتبقى طعمها حلو برضو. عايزة اقولك انا ساعات اصلا بعملها ببصل وبفلفل بس بتكون برضو حلوة قوي. حطيت بقى كده على شوية كزبرة كده حلوين شوية، يعني كترت الكزبرة. وهحط كمان شوية فلفل اسود. وطبعا حطي سنة ملح، لو عندك بابريكا هتبقى حلوة قوي. عندك توم وبصل بودر حطي برضو كده رشتين هيبقى حلوين قوي. كمان اللهم صل على النبي، مرقة ماجي، شوية ملح. فبصي التوابل اللي عندك كلها حطيها، صدقيني هتطلع طعمها تحفة، بأي حاجة هتحطيها تطلع زي العسل من ايدك. فانا بقى كترت الفلفل الاسود شوية كده لان انا بحب طعم الفلفل الاسود في الاكل. وكمان انا مش هحط في الاخر، يعني مش هحط في الشوربه قصدي، مش هحط في الشوربه فلفل اسود، انا بس هكتفي بكده. انا بقى ما حطيتش ليه التوابل بقى وانا بضربهم في الخلاط، هقول لكم ليه. عشان سمعت حد يعني على النت بيقول ان لما بتحطي توابل في الخلاط مع الخضار اللي هتضربيه او اي حاجه،
بيغير لون الخلاط، بيخليه كده غامق، مش بيبقى كأنه جديد كده والبلاستيك بتاعه كده نقي زي ما بنشتريه. بيغير لونه. فمش عارفه بقى المعلومه دي صح ولا ايه، بس انا حاساها صح، يعني ان هو فعلا التوابل بتغمق الحاجه، فهتخلي البلاستيك ذات نفسه هو كمان لونه غامق، سواء بقى خلاط، كبه، اي حاجه من الاجهزه الكهربائيه اللي احنا بنضرب فيها الاكل يعني. سبت بقى كده الفراخ كده تتبل شويه. هنا بقى كنت مقطعه كده بصلايه، حطها على النار يدوبك دبلت، نزلت عليها كده بشفشقين طماطم. وهنا بقى ايه بتبلها. حطيت بقى شويه ملح وشويه فلفل، شويه كمون، كزبره، ماجي، شويه سكر، دول اهم حاجه، يعني اهم حاجه تحط شويه السكر دول، وشويه ملح. بس بقى كده ايه، هسيب بقى الطماطم تتسبك. وهنا بصراحة حشيت بسرعة مع نفسي بصراحة، حطيت بقى الخضرة والرز وقلبتهم على بعض مع الصلصة، وحشيت كده الفلفل والبتنجان. حطيت بقى الفراخ بعد ما اتسلقت كده، طلعتها ودخلتها بقى الفرن، خدت اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله حلوة جدا. بدهنها بس دهنة سمنة من غير صلصة ولا حاجة، ورشة ملح ورشة فلفل اسود، وبنزلها تحت الشواية. ده كده كان غدانا النهارده. اتمنى يعني نص الفيديو يعجبكم. عايزه اقول لكم بقى ختمت باستاذ مالك، ضرسه تعبه جدا. ضرسه ايه، سنته طلع له سنه ورا السنه اللي من قدام دي، السنه اللي تحت طلع له سنه من تحت. فهو ما كانش تعبان ولا حاجه، يعني مش تعباه، بس مضايقاه في لسانه كده، حاسس ان في حاجه غلط. فالمهم رحت للدكتور، قال لي لازم ايه تتخلع السنه القديمه، مع انها ولا متلخلخه ولا اي حاجه، ما تفهموش دي طلعت ليه. فاخدته بقى كده ونزلت بيه العياده. قلنا ايه نخلعها بدل ما تكبر اللي ورا، واللي قدام يعني تبقى مضايقانا وما نعرفش نخلعها، يعني بسبب اللي ورا. مش فاهمه انتوا فاهميني ولا لا. المهم اللي انا خدته بعد ما اتغدينا ونزلنا بقى كده، رحنا العياده. هقعد. اعمل ايه دلوقتي؟ اتكلم كده. طبعا مالك كان تحت تأثير البنج، كان عمال يعمل في بقه، فمش هو مش حاسس بالكلام، مش عارف يتكلم. الحمد لله بقى خلاص، الدكتور كان شافه وخلع له السنه، وخدنا بقى ومشينا. وكان مديله بقى البانه، فانا عماله اغصب اللبانه بقول له وريهاني وانا هاكلها، انا انت كده كده مش عارف تفتح بقك. المهم بقى ايه، خدته كده وروحت انا وهو، طبعا رحنا خفيف خفيف، ولا من غير ولا لوسيندا ولا محمد، رحت انا وهو بس. الدكتور يعني قريب مننا مش بعيد. رجعت بقى طبعا خلاص، دي سن يعني مش ضرس مش حكايه. سبت بقى يهدى كده شويه، وجبت له ايس كريم، الدكتور قال اديله ايس كريم بعديها، جبت له ايس كريم كله. ومسافه ساعتين كده كان خلاص بقى كويس، يعني مفيهوش اي حاجه. طبعا قمنا بقى بالليل، مش بالليل قوي، يعني على الساعة حوالي واحد او واحد اتنين كده، لا بالليل بالنسبة لناس كتير، فهو بالليل قوي كمان. اصل احنا ناس بتنام الساعة 4 و5 الفجر، فواحدة دي بالنسبة لنا بدري شوية. قمت بقى عملت لهم كده شعرية بالسكر، وبص بقى حمرت الشعرية، وقمت حاطه عليها السكر. هنا بقى كان عندي كده شويه سكر صغيرين، بس افتكرت ان انا عندي شويه سكر بودر، فحطيتهم بقى كده على بعض. وهيقضوا الغرض طبعا، ده سكر وده سكر يعني، وكمان انا اللي كنت طحنه هنا في البيت. فحطيت بقى كده السكر الاول وقلبته كده تقليبه. وبعد كده بقى اجيب كوبايه الميه كده وانزل ايه عليها بالميه. بصوا انتوا ما تكتروش الميه اول، لان الشعريه بتستوي اصلا بسرعه. فانا اصلا مش عامله شعريه كتير، انا دوبك عامله على قدي انا والعيال بس يعني. محمد ملوش فيها قوي. وكمان هي بتكون حلوه لما بتكون طازه، يعني انت تعمليها تاكلي في ساعتها، لكن لما بتتركي وتيجي تسخنيها ما بتكونش حلوه خالص. غطيتها بقى وسبتها ايه تستوي كده زي ما انتوا شايفين. شلت بقى الغطا كده، قلت اديها تقليبه وارجع ايه اسيبها تكمل سواها. عايزه اقولكم ما بتكملش 10 دقايق وانت واقفه كده بتكون استوت. بس بقى الشعريه عندي فاتحه وحلوه ازاي. اهم حاجه ما تغمقيش الشعريه، الشعريه لما بتغمق بتكون مش حلوه خالص. نسيت اقول لكم تحطوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش كمان تدعوا لبابا بالرحمه والمغفره. جهزت بقى الكاسات بتاعتي علشان اعمل الشعريه على اللبن كده، ونقعد ايه ناكل انا والعيال. عايزه لكم طبعا ان الشعريه باللبن دي تحسها شتويه كده، بس بالنسبه لنا احنا دي بناكلها طول السنه، ما بتفرقش بقى شتا صيف. يعني ابسط وارخص حاجه ممكن تعمليها كده للولاد، وكمان هما بيحبوها. يعني حاجه حلوه كده رخيصه وحلوه زي الرز باللبن كده، دي بقى شعريه باللبن. بصراحه بنعشقها جدا. بس طبعا في فرق، ان الرز باللبن بيتاكل ساقع ممكن، لكن دي احلى حاجه ان هي تتاكل كده دافيه كده، بتبقى يعني بتوديك في حته تانية.
بصراحة جميلة قوي، يعني جربوها لو انتوا مش متعودين عليها هتدمنوها بمعنى الكلمة، بجد جميلة جدا. ما تنسيش بقى تقولي لو انت فعلا عارفاها وبتحبيها، اكتبولي في الكومنتات. طبعا بصوا العيال كانوا ملخبطيني واللبن عمال يقع مني واتعصبت عليهم وواقفين جنب رجلي حرفيا ما بيبعدوش عني. قولولي بقى لو انتوا بتحبوا الشعريه باللبن، اكتبولي في الكومنتات لو انتوا كمان تعرفوها، لان في ناس كتير ممكن ما تكونش تعرفها. زي الرز المعمر كده، انا اكتشفت لما عملته ان في ناس كتير ما تعرفش ان الرز المعمر بيبقى حادق. عارفين اللي هم حلو يعني بيكون مسكر، بيحط عليه سكر بدل الملح. انا بقى عمري ما جربته حلو ده، مش عارفه، نفسي صدق اجربه، بس حاسه ان أنا في ساعات اقول حاسه ان انا قرفانه ازاي احط رز عليه سكر وكده، وفي نفس الوقت قلت ما احنا بناكل الرز اللي باللبن بيبقى مسكر. فبصراحه مش عارفه يكون حلو ولا لا، بس بفكر اجربه معاكم في مره. اكتبولي في الكومنتات لو انتوا عارفين الرز المعمر الحلو ده ومجربينه، قولولي طعمه ايه، يعني حلو فعلا هحبه ولا لازم اكون متعوده عليه ولا ايه بالظبط. بس كده بقى الفيديو بتاعي خلاص خلص، عملت لهم بقى كده الشعريه باللبن زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله حلوه قوي. والكاسات دي عايزه اقول لكم انا بصوا متجوزه كام سنه، مالك عنده 6 سنين اهو، يعني انا متجوزه بقالي اكتر من 7 سنين. واول مره اطلع الكاسات دي نعمل فيها حاجه، يعني عملنا فيها الرز بلبن، ودي تاني مره اعمل فيها الشعريه باللبن. فبصراحه حلوه قوي، مش عارفه انا ليه ما كنتش بستخدمها، كانت بعيده عني في المطبخ من فوق وما كنتش بستخدمها. فطلعتها بقى كده، وطلعت لهم كمان المعالق القمر اللي انا كنت جايباها معاكم دي في مشتريات رمضان بقالها فتره. بس ما شاء الله حلوه قوي. وقولوا لي بقى ايه رايكم في فيديو النهارده، اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، ويلا مع السلامه.